حيرني بالي سفساري التلحيفة دياري، الحرير الغالي مختوم الطابع لمين. حيرني بالي سفساري التلحيفة دياري، الحرير الغالي مختوم الطابع لمين. سفساري ثرية على الأخر، تراث جدادنا من الحرير. جدودنا كانوا يلبسوه قبل في عهد النضال، يخرجوا به يخبيوا السلاح ويخرجوا به باش يعاونوا الفلاقة وكل شيء، وهو رمز من الحشمة. هي سفسير الوالدة الله يرحمها، وين نموت على الحاجة التقليدية. أنا نحبهم ديما يحافظوا على اللباس التقليدي، كسوا السفساري كسوا فوطة بلوزة. وبنتي زيادة علمتها كذلك هكاكا بهذه اللبسة هذه. للأسف أصبح لباس مناسباتي. احنا نتمناو لو كان نلبسوه يوميا، خاطر عندنا ثراء رائع متاع لباس تقليدي، فيه جماليه وفيه ما شاء الله معناتها. للاسف الملابس الوافده هي اللي طغات على اللباس التونسي، لدرجه انه اللباس التونسي معناتها ولاو كانه فيل. معناتها احنا ماذا بينا كيفاش الاسواق الداخليه ترجع، مثلا يكون فما سهلوا شوية في الأسعار، خاطر الأسعار نوعا ما غالية شوية. نحبوا نعرفوا بالهوية متاعنا، ونحبوا نمرروا للأجيال القادمة ثقافة اللبسة. برشا حاجات متاع فينا عنا التوانسة أسمح برشا من هالثقافات اللي اكتسحتنا. حيرني بالي سفساري التلحيفة دياري، الحرير الغالي مختوم الطابع لمين. حيرني بالي سفساري التلحيفة دياري، الحرير الغالي مختوم الطابع لمين.